بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنعمل ملوخية بصدور الفراخ. يعني لو عندك صدر فرخة واحد هتقدري تعملي احلى ملوخية. معانا صدر فرخة زي ما انتم شايفين كده، هنبدأ نقطعه مكعبات صغيرة. الحجم ده يرجع لك انتي، وهنبدأ نقطعها كويس قوي كده زي ما انتم شايفين، وهنعملها هتاكلي احلى طبق ملوخية في حياتك يعني. بصي قطعناها زي ما شفناها كده، طبعا احنا كنا غاسلينها ومصفينها وتمام التمام. معلقه سمنه وهننزل بيها بالقطع الفراخ، وبعد كده هنديها تشويحه. هنبتدي نشوح صدر الفرخه طبعا، هنحط الفلفل الاسود طبعا، ده اساسي مع الفراخ يا جماعه. هنحط الفلفل الاسود وهنبدا نشوح فيها كويس مع ورق اللورة، وطبعا لو في حبهان ماشي. وهنبدأ نشوح صدر الفرخة زي ما انتم شايفين لحد ما يبدأ يدخل في السوا. هيبدأ يدخل في السوا. هيبقى معانا كمان بصلاية هنقطعها قطع ونحطها، او عاوزة تفرميها ماشي، عاوزة تقطعيها جوليان ماشي، يرجع لك. هنقطعها ونحطها طبعا على الفرخة زي ما انتم شايفين، او صدر الفرخة، وهنتن نقلب فيها حد البصلة ما تدبل او تدخل في التسوية شوية. حبيبتي ما تنسيش اللايك لو وصلتي حد هنا، صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولو اول مرة تشوفي القناة يا ريت تشتركي فيها. هنزود طبعا الشوربة بتاعتها وهنسيبها تاخد وتدي بشكل ودي لحد ما تدخل في السوا تمام. هننزل بالملوخية الخضراء او هنبدأ بيها، لونها طبعا اخضر وجميل. طبعا ممكن الريمة دي تشيليها بالراحة عادي، مفيش اي مشكلة. هيا يلا معانا مع بعض هنعمل طشة الملوخية. وطبعا في المرحلة دي ما بنغطوش الملوخية. هننزل بالتومة مفرومة زي ما انت شايفة كده، يعني راس توم محترمة، وهنحمرها في معلقة من السمنة او الزبدة. وهنحمر التومة زي ما انتم شايفين، وبعد كده هننزل طبعا بمعلقة او نص معلقة من الكزبرة الناشفة. طبعا بتدي ريحة بقى، بص ما اقولكيش عليها، هجيب لك اخر الشارع. هنقلب التومة وبعد كده هننزل بمعلقة الكزبرة. صلى على النبي كده. ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، ويجي علينا العيد يا رب كلنا بخير فرحانين وعيالنا بخير يا رب. يا ريت ما نحمرش التومه قوي يا جماعه عشان ما تديش مراره. يعني هننزل كده بالكزبره وهنديها تحميره، نشم ريحه التومه والكزبره. هنبدا بقى ايه، ننزل عليها على الملوخيه زي ما انتم شايفين. يلا بسم الله. هو ده كلي احلى طبق ملوخيه، وبالهنا والشفا، ورمضان كريم. طبعا صدور الفراخ هنا هتعمل لك احلى شغل، صدر الفرخه.